افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صباح اليوم فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2009 في دورته 11 بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. واستقبل سموه الوفود الرسمية ومديري الشركات والعارضين وذوي الاختصاص في قطاع صناعة الطيران، ثم توجه سموه وأصحاب السمو الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد إلى ساحة العرض الخارجية، حيث قص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشريط إذانا بافتتاح المعرض والذي يستمر 5 أيام بمشاركة 890 عارضا و400 وفد رسمي. وأقام سموه بجولة ميدانية في ساحة العرض الخارجية والتي تضم 130 طائرة مدنية وعسكرية وشحن إلى جانب العديد من الطائرات المروحية الحديثة. واستهل سموه الجولة بالصعود إلى طائرة إيرباص 380 العملاقة والتي تحمل 500 راكب وهي أضخم أجيال طائرات إيرباص الحديثة. وتابع سموه جولته متفقدا الأجيال الحديثة والمتطورة من الطائرات المدنية والعسكرية والمروحية والتي تمثل الصناعات الجوية للعديد من الدول، واستمع خلال جولته وتوقفه عند العديد من الطائرات التي تعرض لأول مرة إلى شروحات القائمين عليها تضمنت تفاصيل صناعتها وأحدث التقنيات المستخدمة فيها. ثم انتقل سموه إلى عروض أحدث نماذج صناعة الطيران الجوي العالمي من أنظمة إلكترونية وهندسية وميكانيكية إلى جانب مجسمات للطائرات العسكرية والمدنية التي تستخدم تقنيات تصنيع سلاح الطائرات ومنشآت المطارات والرادارات المدنية والعسكرية. ورحب سموه بالحضور المكثف للعارضين والزوار وذوي الاختصاص وبضيوف أرض دولتها الخيرة الإمارات. وفي ختام الجولة شاهد سموه وأصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي والوزراء والضيوف عروضا جوية شيقة لطائرات مدنية وعسكرية.